الجزء الرابع من الميول هنتكلم بقى على حاجات مختلفة شوية، بس هنرجع طبعا لكله نفس الحاجة. البايسيكشوال وهو الشخص اللي ميوله او انجذابه للجنسين. عندنا حاجة شبهها شوية اسمها البانسيكشوال. البانسيكشوال ده منفتح، يعني ممكن الباي يكون همه الجندر، لكن البان مش همه ولا جندر ولا سكس ولا اي حاجة. وعندنا الاوميني سيكشوال زيه كده بس انتقائي في جزئية الجندر. والبولي سيكشوال ده زيهم كده بس انتقائي في جزئية السكس. وهنتكلم كمان بشكل طفيف قوي على البارافيليا لان انا اتكلمت عليه كتير، بس بالنسبة اللي انا ذكرتهم دلوقتي هما بيبقوا اكن النوع المتفتح واللي مش همه، لان الاهتمام بتاعهم الروح. في حاجة تانية عندنا في الايدنتيتي بس هتكلم عليها في جزء تاني لوحدها، وهي التو سولز. اللي هو بمعنى ايه؟ ان كل شخص اكنه جواه روحين او النوعين. فانت جواك المذكر وجواك المؤنث، وجواك الطاقة الانثوية وجواك الطاقة الذكورية. فانت ما بتصنفش نفسك حاجة لانك انت الاتنين، او دي من الفكرة الكبيرة بتاعتها يعني. فهم كأن بيشوفوا الناس من المنظور ده، اللي هو انا مش شايفك انت انت شايف نفسك ايه او انت ايه، لكن الفكرة روحك توافقت معايا ولا لا. لكن دي الفكرة بتاعتها، حصل انجذاب خلاص احنا مواقبين لبعض. دول بيكونوا معظمهم ناس مش انتقائيين، يعني اي حد ممكن يكون صاحبي، اي حد ممكن يكون في دايرتي، ممكن احس مشاعر لاصحابي وهكذا. طبعا لكل واحد حدوده، ولكل واحد اقتناعاته، ولكل واحد ايماناته وكل الكلام ده. مش بتكلم ان كله زي كله، بس من الفكرة الكبيرة انها الكوانتيتي مش الكواليتي. وعشان كده هتلاقوا الناس دي بتغير سلوكها مش ميولها. يعني ممكن علشان بنت هتبقى في ريليشن مع بنت سلوكها هيبقى مختلف على الريليشن بتاعتها اللي فاتت مثلا اللي كانت مع ولد، مش بشكل فظيع، بس السلوك بيتغير على حسب الشخص اللي هي معاه، كأنها متقلبة. ودي برضو هتلاقي معظم الناس دي بيبقوا هما كمان كوير، بيكونوا من ناحية الايدنتيتي بتاعتهم مختلفين من حيث هما شايفين نفسهم ايه. مش الكل كده، مش بعمم. من الانرجي هنتكلم من ناحية الاستروجين والتستوستيرون. لما بيكون في فيمينين مان الاستروجين عنده عالي، الاكتر بيبقى في ريليشن مع ماسكلين من او ماسكلين وومن. يعني الفكرة هنا بالنسبة له مش بتبقى المن ولا الومن، بتبقى الماسكلينيتي نفسها. وفي فيمينين مان هيبقى مع ماسكلين وومن او فيمينين من. ده هنا من حيث التفضيلات اللي احنا اتكلمنا عليها، وهكذا. وهنتكلم اكتر على الهرمونات، لان هنحسبها انها من كذا جزء: الهرمونات والجسم والاتيتيود. فممكن اي حاجة من دول تكون فيمينين او ماسكلين. هنتكلم على sexual selection اللي هي تابعة للناتشرال selection لداروين، متقسمة لجزئين: inter sexual selection. اول حاجة بتبقى منافسة بين الافراد من نفس الجنس، زي مثلا الذكور بتاعة الوعول او كده، وهما بيتخانقوا علشان يشوفوا مين مهيمن ومين هيسيطر ومين اللي هيتزوج اكتر من اللي في القطيع وكده. تاني حاجة اختيار الشريك، بتكون الانثى هي اللي بتختار الشريك بتاعها من حيث بقى الحاجات اللي بيقدمها لها، البيت اللي بيعمله لها، شكل ريشه، الكلام ده كله. والاتنين دول علميا هي علشان تأدي لبقاء النوع اللي فيه قوة والنوع اللي فيه صحة أحسن من القطيع من حيث التكاثر. هنا النقطة دي غير متماثلة مع المثلية بحيث فكرة نقل الجينات الجديدة. لكن ده مثلا ما يمنعش حاجة زي افتراضية القرابة بتاعة الكين سيلكشن من حيث الجينات المشتركة الانكلوزيف فيتنس. عندنا مثلا درجة القرابة بالنسبة المئوية للجينات المشتركة 5/10 للأشقاء، 25/10 للخال والعم، 125/10 لابن العم. وجود المثلية بنسبة ثابتة تقريبا بيوحي انه مش جين. وهنا العلماء بيأكدوا ان العامل الاجتماعي والثقافي والبيئي ليهم وزن في ظهور الميول والسلوك. يعني الفكرة هنا ان البشر مش مجرد حيوانات بتخضع للجينات، عندنا قيم وثقافة، نظم اجتماعية وحرية شخصية، غير ان في سلوكيات كتيرة تانية بنشوفها متأثرة برضو بالبيئة، زي تعدد الأزواج، الرهبنة أو الامتناع عن الزواج، غير كمان البارافيليا اللي قلنا هنتكلم عليها من الميول لأفراد الأهل، الحيوانات، الأشياء، الذات، وحتى كمان البيدوفيليا، واللي شرحناها وهنشرحها تاني بشكل علمي أوضح. وده اللي بيفسر لنا التوجه والسلوك الجنسي. فمن حيث التباين الثقافي، إن لو كانت الموضوع جينات كانت هتبقى النسبة ثابتة، غير المرونة الفردية
وكمان تغيير السلوك الجنسي واللي اتكلمنا عليها sexual fluidity، وهنشوف تاريخيا الاختلاف كمان في الحضارات، وانه ظهر في وقت معين فالموضوع ما كانش بالتعود. عندنا كمان بيبقى كذا شكل تاني زي الفلويد او الكويستشنينج، المتغير او اللي لسه بيكتشف. عندنا كمان ناس تانية بتسمي نفسها ليبل فري او كوير، اللي هو ملهمش حاجة معرفة او مجرد مختلف. طبعا ضمن باقي الاختراعات في اختراعات تانية. عندنا حاجة اسمها الاي سيكشوال، شخص ما عندوش اي انجذاب، جواه بقى حبة حاجات. الجراي سيكشوال، وده اللي هو عنده انجذاب بس ضعيف او يكاد يكون معدوم وكمان مشروط. الديمي سيكشوال بيكون انجذاب بس بعد رابطة عاطفية كبيرة. الليثو بيحس انجذاب لكن مش عايز قرب يعني. ريسيبرو في انجذاب لكن لما يعرف ان الشخص التاني منجذب. هنا ممكن اتكلم عليهم تاني في الايدنتيتي. خليني اذكر حاجة ان في سورة النور في القرآن الآية 31 مذكور فيها غير أولي الأربة، اللي ما عندهمش شهوة. ممكن بيكون من أطفال، ممكن يكون اللي تعمل لهم عملية إخصاء، ممكن يكون بكذا حاجة، بس دول بيدخلوا برضو في التصنيف معاهم. طيب الاسexual ده سببه ايه؟ هو اولا بيكون فيه فلويديتي، يعني ممكن ان الشخص يتغير، مش بيفضل كده دايما. بيكون من حاجتين، الناس بيكون عندهم من اول بداية حياتهم من هم صغيرين ومن البلوغ مؤثر في الليمبيك سيستم، هايبوثالاموس، مناطق التحكم في الحياة الرئيسية زي التواصل من نشاط دوبامين سيروتونين. ممكن يكون حاجتين تانيين زي ان هو يكون حاجة وراثية او يكون تنوع طبيعي. لان انا من فكرة اختلاف هتكلم عليها، فكرة اساسا الاختلاف بالناس دي سنة الهية، الهدف منها التعارف والتكامل مش التعارض ولا فكرة الصراع. لكن الفكرة اللي انا هتكلم عليها هنا ان احنا المفروض المشكلة فينا مش في اختلافنا او تغيرنا او ان احنا نغير حاجة او الكلام ده كله اللي الناس فاكراه. الفكرة ان احنا نعرف اصلنا ايه ونتمسك باصلنا. فممكن نسأل هنا السؤال الكبير، ايه اللي قلبنا بيميل ليه؟ او ايه الحاجة اللي احنا متمسكين بيها ليه؟ ايه كمان ممكن يكون الاسباب؟ الشبكات بتبقى اقل تفاعل في منطقة الريبورت سيستم، ممكن يكون مشاكل في هرمونات اثناء الحمل، التستوستيرون والاستروجين، ممكن يكون هوية محيرة، والهوية دي هنتكلم عليها لانها مهمة جدا اساسا، هو اللي بيأثر على رغباتنا واختلافاتنا وسلوكياتنا وكل حاجة. فطبعا الميول ممكن يكون تركيز مختلف، ممكن يكون انطوائية حساسية عالية، وعشان كده هتلاقي كتير مثلا المتوحدين او النيورو دايفيرجن بشكل عام شوية اللي عندهم حساسية عالية من متشعب عصبي او حتى الأو سي دي متشعب عصبي بقى متوحد وهكذا. ممكن تلاقيهم asexual او ممكن تلاقيهم باي او خصوصا موضوع الاسexual اللي انا بتكلم عليه دلوقتي هنا. الحساسية العالية دي هتخليه اجتنابي وهتخليه زي ما قلنا حساس اكتر فعشان كده هتلاقي منهم كتير اكن الرغبة دي عندهم مكتومة. غير كده كمان هيكونوا مهتمين بحاجات تانية دقيقة محدش تاني ممكن يهتم بيها، او مهتمين بنقط معينة تانية غير الفكرة الجنسية. عشان كده مثلا ممكن يكون ديمي او ممكن يكون ريسيبرو. عندنا من الاشكال تاني ضغط المجتمع او الصور النمطية او قلة التجارب او ضغط نفسي او اكتئاب او توتر او ادويه هي مسببه الحاجات دي. وكتير قوي من الادويه بتعمل خمول، وكتير قوي من الادويه زي ما قلت وهتكلم عليها تاني لوحدها الادويه ازاي هي اصلا بتاثر على الحاجات الاساسيه في جسمنا بالوقت، حتى لو هي حاجات طفيفه وحاجات مش بنستعملها كتير وادويه بسيطه ازاي بتاثر من اول البكتيريا لحد كل حاجه فينا. ممكن كمان تكون امراض هرمونيه زي الغده الدرقيه او الهرمونات الجنسيه. وكمان الحاجات دي مش بقول ان اي حد عنده حاجه من الحاجات دي هيبقى ايه سيكشوال، لا انا مش بعمم. وتاني بقول في كل فيديوهاتي وبقول بعد كل جملتين ان انا مش بعمم حاجة، انا بتكلم على السبب الكبير اللي بيكون مؤدي لحاجة، السبب العلمي. الحاجات دي مش من دماغي، تمام؟ وهقول لكم على اساليب البحث السليمة بس في فيديو تاني لوحدها لانها حاجات مهمة وحاجات هي اللي هتمشي بقى في كل حاجة انت بتدور عليها. ازاي نتأكد ان الحاجة اللي احنا بندور عليها الصح حتى لو هي علميا مثبتة ممكن تكون غلط. طب هنا ايه الفرق بين asexual والمثليين او المغيرين او الباي؟ حاجة شرحتها وهشرحها تاني مبسط هنا بس عشان نوضح الفكرة. اكن الحاجة اللي عندنا بتاعة الاستثارة هي حاجة موجودة، ممكن النشاط فيها يكون قليل وممكن يبقى عالي يبقى انت هتبقى عندك او طبيعي يعني هتبقى عندك ميول ايا كانت ميولك ايه. قليلة ممكن بقى تأدي لحاجة زي الحاجة الاسexual اللي انا اتكلمت عليها، لكن هي مش بتبقى ليها اسم. الحاجة دي عندك جوه دماغك فيها ميول، انت مثلي ولا انت مغير ولا انت باي ولا انت باند، مفيش الكلام ده. هي حاجة موجودة
موجودة بقى ضعيفة، موجودة قوية، موجودة زيادة عن اللزوم، موجودة اقل من اللزوم، ده مأثر معاك انت بشكل ايه، دي حاجة، لكن هي نفسها ملهاش مسمى. بالنسبة للشخص البيدوفيلي، المناطق المتحفزة في دماغه اللوزة الدماغية والمهاد، ودول ايه نفس اللي بيبقوا موجودين عند المغير وعند المثلي وعند اي حد. فالفكرة هنا في المستثار، مش الحاجة اللي أدت إن يحصل حاجة. ومع ذلك التصنيفات بتصنفها على حسب ايه اللي ينفع أخلاقيا وايه اللي مينفعش أخلاقيا، ودي حاجة غلط علميا أولية إن احنا نعمل التصنيفات دي، لأن العلم ملوش علاقة بالأخلاق أو الفلسفة أو الحاجات الاجتماعية أو الكلام ده كله. العلم مجرد بيديك نظرية، لكن الفكرة هنا ان بعد كده بنبدأ ان احنا نتشعب علشان العلوم تتداخل مع الحاجات علشان نستفاد منها. لكن علميا مفيش فرق بينه وبين اي حد تاني ان انت تقول الحد ده دماغه بتقول كذا كذا، لا مغاير عن مثلي ولا مثلي عن بيدوفيلي ولا بيدوفيلي عنهم ولا حاجة. معنى كده مفيش اختلافات، في اختلافات وفي اختلافات في المحفزات المؤثرة، وفي اختلافات هنرجع تاني للبذرة بس مش هتكلم تاني عليها. خلينا نتكلم هنا على الهرمونات والاعصاب والدي ان ايه والجينات، وخلينا نبدا مع هرمونات الحمل. الاستروجين بيزداد تدريجيا وقت الحمل وبيوصل لاقصى مستوى قبل الولاده، وده اللي بيساعد على نمو اعضاء الجنين، كمان تطور دماغه، غير انه بيزود تدفق الدم للاعضاء. واثره على الدماغ ممكن يكون تنموي لكن مش محدد للميول، لا ميول جنسيه ولا صفات سلوكيه. بروجسترين بيرتفع بعد الإباضة ويتضاعف خلال الحمل، وده اللي بيثبت الحمل، فبيحمي الرحم ويأثر على تطوير نمو الدماغ. ومعظم تأثيره بيكون وظيفي وقت الحمل وما بيبقاش بعد الولادة. الكورتيزول بيرتفع تدريجيا قرب الولادة، والاسترس هرمون ده بيزود نضج الرئتين والكبد، وبيأثر على المستويات الدماغية بشكل مؤقت. مستويات الأم بترجع تاني بعد الولادة، ولا بيسيب ميول ولا سلوكيات. يعني توتر الأم ده ممكن يغير مرونة الدماغ العصبية أو بعض التفاعلات الاجتماعية، لكن مش بيحدد الشريك اللي انت هتختاره أو ميولك ولا الكلام ده. يعني التأثيرات هنا غالبا بتكون وظيفية سلوكية مؤقتة، مش تغيرات جينية ولا حاجة ثابتة ولا حاجة تحدد الانجذاب. يعني الكورتيزول ده فعلا بيعبر المشيمة، لكن تأثيره الأساسي بيكون على ايه؟ الوزن عند الولادة، المناعة، استعداد القلق، الاكتئاب. المخ أساسا بيبقى فيه انزيمات في المشيمة بتحمي الجنين من الكورتيزول الزائد. الدراسات بتاعت التوتر الأمومي والميول الجنسية متناقضة، لأن في اللي بيقول عكسها وفي اللي بينفيها. يعني الفكرة ان هو بيأثر على وظائف عامة زي المزاج والذاكرة، لكن مش حاجة زي انجذاب جنسي. البرولاكتين ده بيرتفع قبل الولادة عشان يحضر الغدة الثديية للإرضاع، وكمان بيساعد تطور سلوكيات الرضاعة عند الجنين، ويختفي تدريجيا بعد الولادة، ده لو ما حصلش رضاعة، وده كمان ملوش أي علاقة بالميول. الأندروجينات التستوستيرون بيزيد عند الذكور قبل الولادة وبيساهم في تطوير الأعضاء التناسلية، وكمان بعض المناطق الدماغية المرتبطة بالوظائف الجنسية. وكمان في دراسات وتجارب على البشر وفيها كمان تغيرات طفيفة بين الناس، لكن مفيش أي حاجة محددة عن هوية جنسية. اللي بيتغير مؤقت ومبيسيبش أي أثر دائم استروجين، بروجسترين، كورتيزول والبرولاكتين. اللي بيتغير وبيبقى ليه أثر دائم ظاهري نادر الأندروجينات، خاصة في الذكور، تأثير دائم في تشكيل بعض المناطق في الدماغ. لكن في حاجتين مهمين، مفيش اي تجارب على البشر علشان بيعتبروها حاجة غير اخلاقية، ولان كلنا كبشر فينا تفاوت فمفيش نسب معينة، والتأثير بتاعه مش بيحدد الميول الجنسية. طب بيأثر على ايه؟ سمات عصبية وسلوكية بشكل عام، زي ايه؟ طريقة اللعب والسلوك، زي تجارب الفئران اللي انا اتكلمت عليها. يعني حتى الحالات اللي في الحيوانات اللي احنا دايما بنقول وبنوضح كده كويس قوي، لان هم العلماء بيوضحوا كده بعد اي تجربة ان الشكل ميول الحيوانات بيبقى سلوك مش ميول، مش زي البشر، ان حتى في ده مش بيبان فيها اي ميول. يعني حتى اللي بيعملوه بيكون سلوك فقط، مش بيأدوا لحاجة جنسية. يعني اي دراسات علمية مؤكدة بتميز الميول الجنسية من الهرمونات مش موجودة. وابحثوا. عندنا التستوستيرون عند الرجال، بيقولوا اصلا النسبة في المثليين ان هو عندهم اعلى، وحتى واضح على اعضائهم الذكورية اكتر من الشخص المغير، او يعني النسبة. فمفيش حاجة اسمها تستوستيرون اقل فده خلاه بقى شخص مغير. تاني هنرجع لكل انواع الانترسكس، من كروموسومات، من هرمونات، من اعضاء تناسلية، من اي حاجة تانية. اي حاجة فيه الاكترية، يعني مش عارفة تقريبا 90% ولا ايه، بيكونوا مغيرين اصلا. يعني الباقي ده اللي هو التنوع التشعبي، مش علشان هو انترسكس، لا. نرجع تاني لنفس نقطة برضو الهرمونات.
انقطاع الطمث او التغير الهرموني عند الرجال في سن الكبير. هرمونات الست بتتغير، هرمونات الراجل بتتغير. هل ده معناه ان هو بيغير الميول بتاعهم؟ لا، حاجه تاني. هو احنا ينفع اساسا نقيس التستوستيرون والاستروجين؟ ما ينفعش نقيسهم اساسا مع بعض، لان هما مش كميات اللي هو ده زي ده ينفع ان هو نقيس مين اكتر ومين اقل. ما بتتقاسش كده، وهشرحها ممكن اكتر شويه في الفيديو اللي انا عايزه اتكلم فيه عن الادوار. طيب بالنسبه للاعصاب، مفيش برضو اي مسار عصبي مثبت، بس خلينا نتكلم. مش اول مره اتكلم عن الحاجات دي، بس احنا بدخل في تفاصيل تانية وحاجات تانية مختلفه عشان نبقى شملنا كل حاجه. وبرضو ابحثوا انتوا ودوروا وشوفوا معايا التجارب وحاجات تانية مهمه عايزاكم يعني تب بسيطه كده للطريقه البحث الكويسه قبل ما اديكوا الحاجه الاصليه نفسها. اي بحث هتشوفه لعالم، لمقال، لحاجه علميه، لتجارب، شوف الحاجه للاخر، لان غصب عنهم لازم علشان ينشروا الحاجه دي بيقولوا في الاخر الستيتمنت بتاعهم، واللي هو دايما هتلاقوه في كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي. عشان الناس اللي بتهاجم هم نفسهم اللي بيقولوا الحاجات دي غير مؤكده، الحاجات دي مش مجربه على بشر، الحاجات دي مجرد نظريات، الحاجات دي مجرد افتراضات، الحاجات دي نسبتها قليله جدا جدا جدا، الحاجات دي صعب انها تكون مع بعض، والحاجات دي لازم تكون مع بعض علشان تثبت. الحاجات دي كلها اقروا للاخر وانتوا هتشوفوا الكلام ده، عشان محدش يضحك عليكم ويخليكم تفتكروا حاجه وان حاجه مؤكده وحاجه علميه والكلام ده وندخل في وهم. طيب بالنسبه للمجربه على حيوانات، لما تعرضوا الأجنة لفعل مناعي أثر على النمو العام للدماغ، لكن مش على انجذاب جنسي محدد. وتاني رغم ان احنا دايما بنقول بس اللي الحيوان بيعمله بيكون مجرد سلوك مش ميول، هو حتى السلوك ده مش بيعمله بالسلوك اللي هو الجنسي. بالنسبة لهنا مثلا هو حرفيا النمو مش سلوك في اي حاجة اصلا. طيب هل في تجربة حيوانية او بشرية اثبتت ان الاجسام المضادة بتغير شبكات الانجذاب؟ لا، مفيش ولا تجربة ولا اي حاجة اثبتت. طيب خلينا نتكلم على ايه في الاعصاب، النيوروبلاستيستي اللي انا اتكلمت عليه وبرضو اللي خدت عليه انتقادات. خلينا نشوف في المصادر نفسها وانتوا دوروا بنفسكم ايه الحاجات اللي ينفع تتغير عصبيا وايه الحاجات اللي لا ما ينفعش تتغير عصبيا بالنسبة للبشر كلنا. اول حاجة الاتصالات العصبية اللي بيتغير فيها الفاعلية، عدد الروابط بين الخلايا. يعني مثلا لو اتعلمت لغة جديدة الروابط بين الخلايا العصبية في القشرة الصدغية بتقوى، يعني بيحصل تحسن ذاكرة. ايه بقى اللي مش بيتغير فيها؟ نوع الخلية العصبية نفسها. يعني الخلية العصبية الحسية في الشبكة ما بتتحولش لخلية عصبية حركية. طيب بالنسبة للخلايا العصبية الجديدة اللي بيتغير في مناطق زي الحصين ممكن تعمل خلايا جديدة مرتبطة بالتعلم والذاكرة، زي لو مثلا فضلت تعمل رياضة بانتظام هتزيد من توليد خلايا عصبية جديدة. ايه بقى اللي مش بيتغير؟ ان اغلب القشرة الدماغية ما بتولدش خلايا جديدة بعد البلوغ. زي ايه؟ خلايا القشرة الحركية العليا عند البالغين نادر لما بتتجدد. ممكن نعملها على نفس المثال بتاعنا بتاع الرياضة، تعلم رياضة جديدة. ايه تاني عندنا؟ المستويات الكيميائية اللي بيتغير عندنا الكمية وفعالية النقلات العصبية، زي الدوبامين والسيروتونين بيتغير بقى على حسب التوتر، المزاج، الكلام ده، او حتى الادوية اللي اتكلمنا عنها. زي مثلا حاجه انا اتكلمت عليها، لما تتعرض لضغط كتير هيبدا يبقى عندك افراز كورتيزول، ده هيقلل من السيروتونين، ده هيأثر على المزاج، وده كمان بقى هيعمل لك تغيرات تانية زي ما قلت ممكن سكر وكذا وكذا. ايه اللي مش بيتغير؟ نوع النقل العصبي اللي موجود في الخليه، يعني خليه عصبيه دوبامينيه ما بتحولش لخليه عصبيه غلوتاماتيه. طب ايه تاني؟ مناطق الدماغ بقى ممكن بعض المناطق تتولى وظائف بتاعه مناطق تانية لو في اصابه. يعني مثلا بعد اصابه القشره الحركيه اليسرى مناطق موازية في النص الأيمن بتساعد على الحركة. ايه اللي ما بيتغيرش؟ وظائف الأسير بعض المناطق في سن معين، يعني مراكز البصر في القشرة البصرية عند البالغين مش بتعيد تنظيم نفسها بالكامل بعد فقدان البصر مبكر. عندنا ايه تاني؟ الخلايا الضبقية بتدعم نمو روابط جديدة، بتزيل مخلفات وبتفرز عوامل نمو، زي ان بعد إصابة دماغية الخلايا الضبقية دي بتساعد على إعادة نمو المحاور العصبية وكمان بتشكل روابط جديدة. ايه بقى اللي مش بيتغير فيها؟ العدد الاساسي للخلايا الضبقيه خصوصا المستقره بعد البلوغ. يعني ندمج ده كله مع بعض. اثناء الحمل الجنين بيتعرض لتغيرات هرمونيه من الام وكمان تغيرات هرمونيه فيه، والتوازن بين الهرمونات دي
فترة حرجة في نمو الدماغ، بيأثر على كيفية البرمجة خصوصا بين الدوائر العصبية. فمن حتة الدوائر العصبية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هيتبني تاني هيكون من ناحية زي ما قلنا تأثير التوتر، ان الشخص مزاجه هيبقى عامل ازاي، تأثير الكذا اللي هو مش الحاجة نفسها دي مسماها ايه، لكن الحاجة دي هيتأثر عليها بشكل ايه، المية اللي هتتسقي بيها زي ما اتكلم. الأدلة بتاع الدوائر العصبية دي عشان نتكلم عن أعصاب تاني كانت على حيوانات بس، وتجارب قليلة وتجارب نسبها قليلة، وفي منها بيعارضها وفي منها بينفيها أصلا. فلما نيجي نشوف يعني بالعقل التجربة مثلا بتاعت 100 فار نفع منها كان في حاجات 10% تقريبا أو 15%، فمن 100 15 نجحوا. أساسا لما احنا نشوف الإحصائيات بالشكل الصح 15 قصاد 85، انت كده حققت ايه بالمعادلة؟ عشان كده نفس اللي بيعملوا التجارب دي في الاخر بيقولوا النسب ضئيلة واحنا لسه بنجرب ومفيش حاجة مؤكدة، بس احتمال علشان دي شكلها ينفع. مش كلام انا برضه، كلام نفس اللي بيعملوا التجارب. تاني مفيش تجارب على البشر، والبشر بيجربوا عليهم مش كأجنة. وبعد التغير العصبي، علشان احنا كنا بنتكلم اساسا عن نيوروبلاستيستي، اللي بيحصل بعد اساسا ما بيكونوا هم اختاروا ميولهم او عملوا تجاربهم، فما ينفعش علميا يتاخد بالتجارب دي كحاجة مصدقة، وعشان كده مش بيستعملوها كحاجة مصدقة، مجرد حاجة مرجحة. غير ان حاجات من الدراسات دي بتستعمل مؤشرات زي ايه، طول الصوابع والحلقات اللي في الودن. غير ان دايما لما بيقولوا مثلا الهرمونات ليها دور، بس مش بيفسروا ليه. هما بيقولوا ان طب ما هو يمكن كده يكون ليها دور، زي ما اكني انا وانت قاعدين كده وبنقترح ممكن يكون ايه، مش حاجة قدامنا حصلت او حاجة ممكن انها تحصل، او حتى حاجة 1+1 هيساوي 2. يعني نادر قوي ان يحصل 2 دي، وانا ما شفتش 2 دي بتحصل وما نفعتش معايا في اي تجارب. فاهمين؟ غير اساسا لما نرجع لنقطة الحيوانات دي اللي اتكلمت عليها كذا مرة، الدماغ البشري بيبقى اكتر تعقيد من الحيوانات. علشان كده دايما في العلم ما ينفعش نقول ان ميول بيساوي سلوك بالنسبة للحيوان وبيساوي نفس الحاجة بالنسبة للإنسان. القشرة المخية العليا والشبكات الاجتماعية، النقل المباشر من حيوان لإنسان، ده خطأ شائع في علم السلوك الأعصابي. طيب بالنسبة لنا أساسا مستويات الهرمونات فعلا بترجع طبيعية بعد الولادة، ده بيضعف الحجة إنها طفرة هرمونية أثناء الحمل. علميا ما ينفعش يكون تفسير للميول مدى الحياة، لأن المخ البشري عنده قدرة هائلة على التعويض حتى لو حصل خلل مؤقت في الشبكات العصبية اللي تقدر بعد كده تعدل نفسها تاني. غير ان هنا بيعملوا مبالغة في مفهوم البرمجة المبكرة. صحيح ان في علم الاعصاب التطويري بيبقى فيه فترات حرجة، لكن مش كل شيء بيتحدد نهائيا فيها. وعشان كده هنا دايما بيرجعوا لنقطة ايه، ان الميول الجنسية مرتبطة بجينات متعددة، ولازم يحطوا معاها دايما عوامل بيئية، لان المرونة العصبية هي مستمرة طول الحياة. بيقولوا لنا كمان ان في تفسيرات بديلة. ايه التفسيرات البديلة؟ التغذية والاجسام المضادة من الام ضد البروتينات اللي في الجنين الذكر يعني خصوصا. طبعا احنا خلاص اتكلمنا على الضغط النفسي والكورتيزول، وخلينا بقى نتكلم بعدها عن العوامل الجينية، ان هي العامل الحاسم، لان اساسا مفيش بصمة هرمونية. لو كده كنا توقعنا اختلاف ثابت وكمان واضح في مستويات الهرمونات. لكن فكرة ان الدراسات اللي قاست الهرمونات بعد البلوغ ما لقيتش فيه اي فروق جوهريه، وده علميا بيضعف الفرديه. ايه موضوع بقى التغذيه؟ بتبقى نقص او زياده عناصر زي الفولات، الاحماض، اوميجا 3، الحديد، وان ده طبعا بيأثر على المخ بتاع الجنين. الدراسات اللي اتعملت على الاشكال دي من نقص التغذيه دايما بتبقى مرتبطه بتشوهات كبيره، عيوب انبوب عصبي، تاخر نمو عقلي، مش حاجه مرتبطه بميول جنسيه. غير ان المخ عنده آلية تعويض غذائي، نقل مواد من الأم للجنين حتى لو مستويات منخفضة عند الأم نفسها. طيب المناعة، زي ما قلنا الأم ممكن تطور أجسام مضادة للبروتينات بتاعة الجنين خصوصا في الولاد، وده بيأثر على نمو المناطق الجنسية في الدماغ. طيب الدراسات بتقول إن في أجسام معينة مضادة عند الأمهات لكن بتبقى صغيرة ونسبتها ضئيلة جدا جدا. غير إن مش كل المثليين بيجوا من أمهات عندهم استجابة للمناعة، ولا كل الأمهات اللي عندهم أجسام مضادة أطفالهم بيطلعوا مثليين. وهنرجع تاني على موضوع الإخوات. الأجسام المضادة بتعدي الحاجز الدموي الدماغي للجنين
وبتغير توصيلات عصبية دقيقة. الفكرة ان المناعة اثناء الحمل هي متغيرة جدا، ومعظم الاطفال مغيرين مثليين ايا كان بيتعرضوا للاجسام المضادة من الام، لكن ما بيكونش فيه اي تغيير دائم للميول. هل مدعومة باي حاجة علمية؟ لا، مجرد افتراضية. لو في فعلا اجسام مضادة وكذا وهتعبر المشيمة وكل الكلام الجميل اللي احنا عارفينه ده، في اي حاجة بتقول انها اصلا ليها تأثير على الدماغ؟ لا. اصلا الحاجز الدموي للدماغ الجنيني مصمم اللي هو الفيتل بي لحماية المخ، ومش سهل تخطيه. وتاني عشان كده لما بيحصل تغير في المخ، حاجة بنقول ده في حاجة في مخه، ده بيكون تغير جسيم قوي، وبيكون ظاهر بشكل واقعي قوي، تاني زي تأخر وهكذا. تاني برضو احصائيات ان بيستعملوها ان هي دي الحاجة اهو يا جماعة الاثبات بتاعي. الاحصائيات دي بتكون قليلة، والاحصائيات دي بيكون في المضاد ليها وبيكون في النافي ليها كمان. احصائيات برضو من نفس الناس، وساعات بيكون حرفيا نفس الشخص اللي عامل التجربة عملها تاني. طب في حاجة تانية بتقول ان معظم المثليين خصوصا الولاد بيكونوا هما الاخ التاني، الولد التاني، وهو بيكون مثلي. مفيش اي دراسة عصبية ورا الفردية اللي بتحدد الجزء اللي بيأثر على الميول الجنسية علميا، من هيبوكامبس، من أميجدالا، من ريبورت سيستم، صعب اختزالها في تأثير مناعي واحد. وهنا اللي احنا بنتكلم عليه ده مش ميول تاني، ده مش ميول، ده الاستثارة الجنسية نفسها اللي زيها زي عند البيدوفيلي وزيها زي عند المغير. حاجة هنا مهمة من حيث الاختلاط بين الأعصاب والهرمونات. زي ما قلنا الأعصاب علميا مش بتخلي شخص يبقى مثلي مثلا، مش بتغير حد يعني. وهنا الهرمونات بتأثر على نمو الدماغ والصفات الجنسية، لكن تأثيرها بيكون عام، ذكورية أنثوية جسدية وعصبية، مش محددة بميول جنسية. وهرمونيا لو كان الكلام ده صح كنا هنلاقي النسب اللي بنشوفها عالميا نسب ضخمة، مش النسب الضئيلة اللي احنا متعرف عليها. طيب النظريات اللي بتقول ان هو بيرجع طبيعي لكن خلاص بتكون ثبتت، ده تناقض، لان المستويات اللي احنا بنتكلم عليها دي هي بتكون وبتسيب اساس، مش حاجة بتإفكت وبعد كده بتمشي فاحنا خلاص بنبقى اكن خدنا الإفكت بس هي موجودة، لا، فترجع طبيعية بس بتسيب اثر للأبد. ده معناها ان احنا هنا بندي الهرمون اكبر من حجمه، لان ده الشكل المتعارف عليه بيولوجيا. بالنسبه للدراسات اللي بتبقى على ادمغه المثليين اللي هم طبعا كبار، اللي هم اساسا عارفين انهم مثليين، والمغيرين، بتبقى اختلافات دقيقه بمناطق مرتبطه بالانجذاب. لو كده كانت هتبقى بقى حاجه ضمن الحمل اللي هو اتغير خلاص. فبالعكس هنا الادله اقوى ان الموضوع تطوري مع مساهمات خبرات حياتيه، مش كلام. فدور التكوين الجيني عام مش محدد، بالتالي مستحيل نختزل المثلية في لحظة هرمونية أثناء الحمل. طب خلينا احنا نشوف ونحكم من نقطة الأعصاب. ايه المناطق اللي في المخ المرتبطة بالميول الجنسية؟ حسب الدراسات عندنا تحت المهاد، احنا كنا متكلمين عليها لما كنت بشرح البيدوفيليا وكمان الايسيكشوال وكده، كله اي حاجة. المنطقة دي مسؤولة عن تنظيم السلوكيات زي اكل، نوم، تكاثر، ودي اللي لما بيشوفوها على مثلي وعلى مغير بيشوفوا ان فيها اختلافات طفيفة. مش دايما بيبقى فيه اختلافات، ومش دايما الاختلافات شبه بعض، وبيبقى حتى جوه مثلا المثليين نفسهم فيه اختلافات وجوه المغيرين نفسهم فيه اختلافات، بس يعني خلينا نقول ان بيبقى فيه اختلافات بين المثلي والمغير. وده بعد اما بيكون هو اختار الحاجة دي، هو ده مختار ان هو يكون مغير وده مختار ان هو يكون مثلي. اللوزة الدماغية اللي ليها علاقة بالعواطف والانجذاب، وبرضو اللي بيقولوا انها بتشتغل بشكل مختلف عند المغير، المغير من المثلي. القشرة الجبهية بتشارك في القرارات والسلوكيات الاجتماعية. وفي برضه دراسات تاني بتقول ان في اختلافات بين المثلي والمغير، وكمان في نقطة الجراي ماتر. رغم ان لما تيجي تبحث على حاجة زي كده وركز كويس هتلاقيه في موضوع السلوكيات ده بالذات. ركز على الحتة دي. عند البيدوفيلي بيقولك النقطة دي مختلفة عن المغير والمثلي، لكن المغير والمثلي زي بعض في النقطة دي. لكن لما تيجي فعلا انت تشوف اصلا بين المغير والمثلي في نقطة السلوكيات بيقولك ان في اختلاف ما بينهم. فكرة بس ان هو انت لو بحثت نفسك هتلاقي الحقيقة، بس لما هم يجوا يشرحوا لك حاجة او يوصلوا لك حاجة لازم يفهموك ان نقطة ان الشخص البيدوفيلي هو شخص اكنه مشوه، تمام؟ لكن مش بيجيب لك النقط اللي فيه زي المغير والمثلي، لا،
هما المغير والمثلي زي بعض، انما الشخص ده مشوه، رغم ان هتلاقي المثلي فيه اختلافات عن المغير اللي هو الاكترية، والاختلافات دي في منها شبه البيدوفيلي. مش كل شخص بيدوفيلي بيعمل على حسب غريزته. طب عندنا بشكل علمي كده السببية ولا النتيجة؟ يعني الاختلافات دي سبب المثلية ولا نتيجة للمثلية، ولا هي زيها زي كل حاجة تانية مثبتة بالنيوروبلاستيسيتي ان هي انعكاس لطريقة المخ اللي بيتشكل من الخبرات والانجذاب بمرور الوقت. هتقولي ثواني بقى انت بتنحازي، ثواني انت. اي حاجة بنعملها في حياتنا واللي اتكلمت عليها في اكتر من فيديو، اتكلمت عليها في اكتر من حاجة حتى في السلسلة دي، كل حاجة احنا بنعملها غصب عننا، بنعملها حلوة، بنعملها وحشة، بنعملها مختلفة، بنعملها نمطية، ايا كان اي حاجة بنعملها في حياتنا بتغير من الشكل العصبي بتاعنا، بتغير من حاجات فينا، فما ينفعش ان احنا ننكر ده. وعشان كده في حاجة اسمها CBT، علاج سلوكي معرفي. يعني ايه سلوكي؟ انت بتغير سلوك حرفيا، اللي هو زي ما احنا كنا بنتكلم، نوم، اكل، شرب، اختيار، صح؟ انت حرفيا لما بتغير الحاجات دي في حاجات فيك تانية بتتغير، الحاجات دي متصلة بحاجات عصبية. ثاني في النقطة دي بالذات بتاعت انها حاجة عصبية او دماغية، هتلاقيهم دايما بيقولوا المثلية لا تساوي تركيب دماغي مختلف. في الواقع بيبقى فيه تشابه كبير بين دماغ المثليين ودماغ المغيرين. تاني مش كلامي، اللي هو انا ما عنديش مشاكل ان انت تجيب حاجات علمية وحاجات مصدقة واضحة تقولها، بس هات حاجات صح، هات حاجات كاملة. ودي الحاجة اللي هتكلم عليها بعد كده بتاعت التشيري بيكينج. مش كل المثليين عندهم نفس التغيرات، ولا كل المغيرين عندهم نفس الانماط. بالنسبة مثلا لنقطة العامل الجيني والبيئي، واللي هنتكلم دلوقتي على العامل الجيني، الدراسات بتاعت التوائم واللي اتكلمت عليها قبل كده بيقولك دايما باستمرار ازاي النيورونز بتاعت الدماغ فيها فلويديتي، وازاي في نيوروبلاستيسيتي، او يعني ازاي بتشتغل، هي موجودة في الكل. فكرة الدراسات اللي بتقول ان لو الشخص مثلي بيفضل مثلي طول حياته كإنسان، يعني غير الحيوانات مثلا، دي كمان حاجة معارضة ومضادة للنيوروبلاستيسيتي. هي اساسا دي اللي معمول عليها فعلا حاجات عصبية، تجارب وحاجات مؤكدة علميا، فاحنا ما ينفعش ناخد نظرية نحطها على حاجة علمية، يعني دي تبقى اعلى من دي. زي ما اتكلمنا على sexual fluidity واتكلمنا على كذا تجربة وكذا حاجة مش لازم نذكرهم تاني، غير ما اتكلمنا على ان الحاجات التجارب الاجتماعية بتأثر على الوعي بالميول، غير ان في ناس كتيرة ما يعرفوش اصلا ميولهم ايه، او اللي هم questioning، او اللي هم وهكذا. فلازم نفرق بين حاجتين مهمين زي ما اتكلمنا على اساسا ايه الحاجات العصبية المتغيرة وايه لا، او الكلام ده كله. الفرق بين الثبات العصبي والوعي الذاتي في المخ. يعني زي ما اتكلمنا المخ بيعيد تشكيل روابط بعد الخبرات، وفكرة الثبات التام في اي حاجة هي بتلغي المرونة، غير الاختلافات برضه مفيش حاجة علمية مؤكدة عليها. طيب ثواني هنا، يعني المرونة العصبية موجودة عند الكل بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه؟ هي اللي بتخليك تتعلم وتتأقلم وتطور حاجات. بتختلف من حد لحد 100%، بتختلف من حد لحد. كل حد هيمر بنفس الصعوبات فيها؟ لا طبعا. بتختلف كمان ان احنا هنجمع بالنسبة لكل شخص لوحده على حسب البيئة وعلى حسب التشايلد هود وعلى حسب الجينات وعلى حسب ده وعلى حسب ده وعلى حسب 100%. طب ايه ممكن الفروقات اللي تكون ما بيننا؟ السن. طبعا الاطفال احنا عارفين عندهم مرونة اعلى من شخص كبير، وحتى زي ما احنا قلنا الحاجات اللي ممكن نسميها زي اللي هو اكتساب المهارات او كده، زي قلنا الرياضة. معنى كده ان الكبار ما عندهمش مرونة؟ لا، عندهم مرونة بس ابطأ واقل. تاني زي ما اتكلمنا بتختلف على فين المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها، وايه جوه المنطقة ينفع يتغير وما ينفعش. ايه تاني ممكن يأثر معانا؟ التجربة والتحفيز. لما يكون في نشاط، لما يكون في تكرار، لما بيكون في حاجة جديدة، لما بيكون في دافع عاطفي. خلينا نقول حاجة مهمة قبل ما ندخل في الجينات. الانجذاب الجنسي كل انواعه، كل اشكاله، كل ميولاته، هو آلية عامة. حتى لو قلنا انها ضئيلة او معدومة عند حد، فهي حاجة موجودة بس فيها خلل، وهي بتكون الرغبة او الشعور. الانجذاب في حد ذاته زي جوع او عطش. الميول الجنسية او الاتجاهات، يعني وجهة انجذابك رايحة لمين. هنا نفرق من نقطة المرونة والاختلاف. الآلية العامة بتاعتنا اللي هي الانجذاب نفسه، دي جزء اساسي من البيولوجيا، ما فيهاش مرونة كبيرة، يعني كلنا عندنا احساس نحس بانجذاب. نوع الانجذاب بقى ده الحتة المعقدة اللي هي مبني عن خبرات، مبني عن هرمونات، مبني عن الحاجات دي كلها، ودي النقطة بتاعتنا. طب احنا هنجيب مثلا حاجة زي الجوع للميول؟ لا طبعا. انت محتاج تاكل،
لكن الميول مش بنفس الدرجة من نقطة الثبات العصبي، يعني اكنها هنا نوع الايس كريم اللي هتختاره. لما هنرجع تاني للنقطة البيولوجية، في الجينات من حيث ان الطفل التاني هو بيكون مثلي، يعني النظرية دي نظرية برضو. الفكرة ان في بقى دراسات نفسية بتظهر ان الاهتمام الاسري بيختلف تأثيره في الثقة، السلوك الاجتماعي، الاداء الدراسي، الصحة النفسية، وكمان الهوية والميول وكل حاجات تانية مرتبطة بالفرد. واكيد دي يعني حاجة سهلة جدا ان انا ممكن اقول انت شفتها في حياتك، حتى لو في شخص واحد بس قابلته، او في نفسك، او في حد من عيلتك، او في حد حواليك. اظن كلنا مرينا بالحاجة دي. خلينا نتكلم عن الموليريه، متلازمة مولر المستمر، اضطراب نادر في التطور الجنسي بيأثر على BMDS، يعني الذكر بيحتفظ بأعضائه التناسلية الأنثوية زي الرحم، قناتي فالوب، رغم ان عنده كروموزومات وأعضاء تناسلية ذكورية. السبب الرئيسي طفرة في جين AMH أو جين AMHR2 اللي بيؤدي لعدم تفعيل عملية التراجع، واللي هتكلم عليها أكتر في الانترسكس في الايدنتيتي. هنا في بقى بيقولوا ما هو الميول على حسب الحاجة دي، مفيش أي دراسة ولا أي حاجة بتأكد كده، وكتير أوي منهم بيكونوا مغايرين على حسب ايه، قناة فالوب الرحم، ولا على حسب الكروموسومات بتاعتهم. دايما لما بنحسب بالاساس اللي هو بيبقى الكروموسوم، فهو بيبقى ذكر لو في الحالة دي، فبيبقى ميوله ان هو مغاير، يعني ما بيكونش عندهم اي نوع من اي حاجة فيها اضطراب اصلا. يعني برضه هنتكلم على دراسات على البنات المثليات بتتكلم على فرضية البروتينات خاصة في الكروموسوم واي، مفيش اي تفسير للبنات المثليات، فدي نظرية ناقصة اساسا في الجوهر بتاعها. تاني هنرجع لدراسات التوأم. لو المناعة الأممية قوية، التوأم بيكون عندهم تطابق في نفس الميول، عشان ان هم تعرضوا لنفس البيئة المناعية، لكن زي ما قلنا اعلى حاجة تطابق كان 20%. اتكلمنا على كذا دراسة تانية هم ليه بيقولوا ان هي لها علاقة، وانها اساسا الدراسات اللي بيستعملوها كحجة غير منطقية ومعارضة علميا للكلام. هنرجع بقى الكلام زي ان هو تنوع طبيعي، وان اللي هو اساسا موجود في الجينات بشكل طفيف بشكل ما ان ده مش معناه خلل، بالعكس معناه ان هو موجود في الطبيعة وهكذا. خلينا نبحث عن السيد نفسها ونشوف عشان نفهم احنا بنقول ايه. طيب علميا، بشكل علمي بحت، لو افترضنا ان اجتمع العوامل كلها بتاعة الجينات، الاعصاب، الهرمونات، التغذية، المناعة، الكورتيزول، كل حاجة في العلم بنقول ان هو ممكن يشكل بيئة معقدة في التطور بتاعها، صح، عصبيا، وان ده هو اللي اساسا شايفينه ان هو اللي هو عوامل الجينية الطفيفة اللي بتأثر على الشخص، بتخليه ميوله مختلف. في الحالات الاجتماعية، يعني مع الحالة الاجتماعية بيسموه ايه، عامل مساعد. الأدلة العلمية دلوقتي بتقول ان الجينات وحدها بتفسر اقل من 10%، وحتى دي مش ميول مباشرة بل قابلية عامة. الهرمونات تأثيرها لو موجود فهو طفيف وغير ثابت وغير مرتبط ارتباط مباشر. المخ والأعصاب، الفروقات حتى اللي بيشوفوها وبيقولوا اهو شخص متوحد اهو شخص مغير ويلا بصوا على الاختلافات، فروق صغيرة جدا ومش سببية، تظهر بعد البلوغ مش قبله. التغذية والمناعة والكورتيزول وكل ده نظريات هشة، ده من الرأي العلمي، ما وصلتش الأدلة سببية ثابتة. خلينا نجمع كل ده مع بعض ونحطه في إنسان. أقصى تأثير مش هيعدي 10-15%، يعني عندنا 85% ل90% من التباين غير مفسر بيولوجيا. تشدد العلم في النقطة الجوهرية، لا عامل واحد ولا حتى اجتماعهم ثبت انه سبب في الميول، والله ما كلام يعني. الدراسات كلها ارتباطية وليست سببية. وتاني انا متكلمة كتير قوي في الموضوع ده، بس عن العلوم نفسها، ان الارتباط لا يساوي السبب، وكنت مكلمة في الموضوع ده عن ترامب. الفروق لما بتظهر بتكون بعد الميول، يعني هي نتيجة وليست سبب. يعني العلم بشكل عام ما بيقبلش بوجود حاجة كسبب إلا بوجود آلية بيولوجية واضحة ومثبتة، نتائج متعددة في عينات ضخمة، قوة تأثير عالية، ولا واحدة منهم ولا هما مع بعض بيحققوا الشروط. ثواني بس عشان أتأكد من الكلام، يعني مفيش ولا سبب واحد بيولوجي مؤكد علميا، لا، ولا جين واحد ولا مجموعة جينات
تم اثباتها كسبب مباشر، ولا هرمون قبل الحمل ولا هرمون بعده ولا موليري ولا غيره، ولا حتى الفرق في تشريح الدماغ حاجة ثابتة، ولا علميا يقدروا يقولوا اهو في اختلاف، ولا عامل مناعة ولا عامل تغذية ولا توتر ولا كل الحاجات دي. طب احنا ليه بنقول انه مش مثبت؟ تبع طبعا فكرة التكرار والنتائج والكلام ده كله، عشان معظم الفروق بتظهر لنا بعد ما يكون في ميول. واتكلمنا على الدوائر العصبية ومش هنتكلم عليها تاني. عندنا مقالة Hormones and Sexual Orientation a Questionable Link. دي دراسة اتعملت قاست مستويات الهرمونات بعد الولادة أو في البالغين، ما قدمش دعم قاطع لكون الهرمونات سبب مباشر، غير ان القياس غير دقيق، اختلافات فردية، تأثير الذاكرة والتقرير الذاتي. كذا دراسة تانية هنا بيقولوا ان ممكن دي يكون حاجة، بس في نفس الوقت بيقول مستحيل انها تكون حاجة لوحدها او تكون هي الحاجة الاساسية. دراسات التوقف الجنسي عند التوائم sexual arousal patterns of identical twins with discordant sexual orientation من قياسات فسيولوجية للانجذاب. يعني لو افترضنا جدلا ان الاعصاب والتغيرات الدماغية والجينات اتغيرت فعلا، اللي هو زي ما قلنا بتكون حاجة بعد كده بتتغير، اي تغيير في تركيب الدماغ او الجينات ممكن يأثر على السلوك، بما فيه الانجذاب الجنسي. المخ هو اللي بيحدد المشاعر والانجذاب، والجينات والهرمونات اللي طبعا هتأثر في تكوينه. لكن هل ده كافي علميا ان احنا نقول تغيرات مثلية؟ هنرجع تاني لنقطة الارتباط مش السببية، وهنرجع تاني ان هما بيقولوا ان التغيرات دي بتكون ناتج مش سبب، وان التغيرات دي طفيفة، ما ينفعش تكون هي الاساس، ما ينفعش تكون هي البيز بتاع تغير ميول كامل او اختلاف ميول. وهنرجع تاني لنقطة ان المثلية مش تلف او خلل عصبي، لان تاني كنا هنشوف معاها اضطرابات تانية زي الحركة وزي الذاكرة وزي التفكير، لكن المثليين بيبقوا طبيعيين عادي في كل القدرات العصبية. وتاني حتى لما بنفترض ان التغيرات دي كلها هي اللي ممكن في الاخر تأثر لنا على كيفية تشكيل الميول، مستحيل لوحدها تنتج المثلية، لانها مش ظاهرة طبيعية ولا متكررة زي ما قلنا في الاول خالص، ولا هي مرض ولا هي خلل. وهنرجع هنا لكيتزينجر 1996 تقريبا او حاجة كده، وان هي كانت بتتكلم على انها ليه مدينها اكبر من حجمها، وهي المفروض حاجة عادية، هي مجرد اختلاف اختيار، ولا هي حاجة اجتماعية حد مأثر عليا، ولا هي حاجة عصبية مختلفة، او اللي هو الكلام ده عادي، انا شخص ليا اختياراتي المختلفة. في كتاب The Token Lesbian Chapter اللي كانت عاملة برضو هي كتاب The Social Constructions of Lesbianism 1987. المهم من فكرة النظرة الأحادية ان احنا المفروض ما نشوفهاش كحالة فردية او كحالة غريبة سواء مجتمعية او حاجة جاية من جينات او ايا كان او حاجة اختلال، لكن طبعا تجاهلت النقطة السياسية والاجتماعية اللي بتأثر. وفصل المثلية عن الهوية النسوية هي كانت بتنتقد الحاجة دي، طبعا كانت مركزة قوي على المثليات البيض اللي هو العرق الابيض، ان هي المفروض تدعم كشكل الدعم الايجابي ليها كهوية. وتاني طبعا بيقلل الوعي بالظروف والحاجة المحيطة. فالفكرة هنا زيها زي فئة كبيرة برضو ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عليهم، سواء بقى الناس اللي بيتكلموا لا هي حاجة علمية مؤكدة وواضحة حتى لو هم اصلا مش مثليين، او ناس تانية بيقولوا لا هي حاجة اجتماعية فقط. في ناس زيها شايفين انها ولا ده ولا ده، هي اختيار واضح واعي، لا حاجة مأثرة فيك فخلتك كده من الرحم والتكوين بتاعك، ولا هي حاجة اجتماعية شكلتك. خلينا ندخل بقى على نقطة انا قلت ان انا هوضحها اكتر. انتقاد كتاب My Genes Made Me Do It قالوا ان هو يتجاهل دور الجينات، دي حاجة مش حد قالوها، لكن تاني هنرجع ان نسبة التوافق هي كانت 20%، فحرفيا عندنا 80%. يعني احنا لو مش محتاجين حتى نوزنها، اللي هو عندك حاجة 80 وحاجة 20، هي واضح النتيجة ايه، فانت تستشهد بالعشرين دي من ناحية ايه. فحتى ماشيين مع منطق النظريات وبيهاجموا النقطة دي، هما بيتجاهلوا ان حتى الدراسات اللي هما بيستشهدوا بيها اثبتت ان الجينات نفسها مش كافية انها تحدد حاجة زي كده، وهي نفسها اللي بتقول هي مش بتحدد الميول، هي بتحدد السلوك، وبعد كده ترجع تاني تقول هو اصلا مش سلوك. فهنرجع لاخر كلام بيتقال ملهاش علاقة اصلا. تاني عشان كده لما تيجي دور للاخر ودور على حاجة علمية، علشان هتلاقي في الاخر الكلام ده مكتوب في اي حاجة، عالم او مجلة علمية او مقالة علمية او
ايا كان. قالوا ان الكتاب خلط بين السلوك والانجذاب الداخلي. طبعا زي ما اتكلمنا من منظور عصبي، السلوك والانجذاب بيشتركوا في نفس الدوائر العصبية من حيث مكافأة ودوبامين ولوزة والقشرة الأمامية. فمفيش حاجة عندنا أصلا دي بقى ركزوا فيها بتقول دي حاجة بتحس بيها ودي حاجة بتعملها، لأن السلوك نفسه ممكن يعيد تشكيل الشبكات العصبية. وعشان كده مثلا بنقول في حاجات معينة زي ايه، مش علشان في ناس بتربط انا اتوترت فانا كده معجبة بالحد ده، او انا حاسة اني مش مرتاحة او كذا او كذا، انا كده معجبة، انا كده في انجذاب. ده تفسيراته وحاجات تانية كتيرة، مش انجذاب بس تاني زي ما احنا ما اتكلمنا على حتة ال parental resemblance مثلا، واللي هي المنبهات العصبية اللي بيستعملوها، ان هي ممكن الفتش وكده انها ممكن تحسسك ان الحاجة دي انجذاب لكن هي اصلا مش انجذاب. زي مثلا ان احنا بنتعلق بناس سامين، ده ليه؟ مش عشان انت متعلق بالحاجة دي عشان انت بتحبها او انت عايزها، بس دماغك متعودة على حاجة معينة ودي السيف زون بتاعك. فانت دماغك بتشوف زي ما بيقولوا الجحيم المريح على الجنة الغير معروفة، فده بالنسبة لك معروف فيبقى الجحيم، فاهم؟ ممكن ابقى اشرح الحتة دي اكتر تبقى لطيفة يعني. غير ان الدراسات على التعلم الجنسي بتوضح ان الخبرة المتكررة بتقدر تعدل حساسية الدماغ للمثيرات. نرجع تاني لنفس نقطة المستثيرات اللي هم بيستعملوها حتى لو ما غيروش الانجذاب نفسه من الجذور. يعني العلم العصبي نفسه بيقول ان الاتنين فيما بينهم تفاعل، ما ينفعش ان احنا ننكر. قال يعتمد على حالات فردية مش استثنائية. غير ان هنا بقى احب اقول ان دي منتهى الهيبوقراطية، لان هما بيجيبوا ادلة فردية وادلة غير معتمد عليها وادلة النسب بتاعتها قليلة وكمان في مضاد ليها، ومع ذلك بيستشهدوا بيها اكنها هي الاول والاخر. وحتى ان هما بيقولوا ما تنفعش بس بيستشهدوا بيها، ونظريات ومش على بني ادمين، والحيوانات ما ينفعش تتعامل نفس معاملة البني ادمين، ومع ذلك بيستشهدوا بيها. فهي بسيطة، لو انت هتقول حاجة 20% وانا جبت لك حاجة في 20%، الاتنين هيبقوا متضاربين، نظريتك مش هتنفع ولا النظرية دي نافعة. بس الفكرة ان الاتنين مش موجودين. لكن اللي فعلا بيحصل ايه، ان اساسا قليل هو ده اللي ممكن ينفي ده، مش العكس. انا لازم عشان اثبت ان حاجة موجودة تكون عدد كبير، لكن انا انفيها بمجرد حاجات بسيطة هتنفي اساسا وجودها. يعني مثلا خليك معايا في المثال ده، هقول ان انا كلت تورته بالعنب وكلت مش عارفه ايه بالعنب وكلت ايه بالعنب وكلت ايه بالعنب وما حصليش منه اي حاجه حساسيه، فانا ما عنديش حساسيه من العنب. دي مؤكده 100%، صح؟ من الناحيه التانية ممكن اقولها بشكل تاني، انا ما جربتش عنب بس احتمال يكون عندي حساسيه منه. ليه؟ علشان كلت حاجه مش عارفه هي فيها عنب ولا لا. مثال تاني، انا كلت عنب جالي حساسيه، خلاص انا جبت الحاجه الاساسيه، العنب جاب لي حساسيه، مش محتاج بقى انا اقول انا اكلتها في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، صح؟ لكن لازم هنا علشان ابرر ان انا ما عنديش حساسيه من الحاجه دي هجرب انواع الحاجه علشان اعرف هي ايه السبب. النقطه بقى الجميله اللي انا بنتقد بيها ان عنده تحيز ديني. طب بعيدا عن التحيز الديني، كل الحاجات العلميه دي ايه؟ بتعبد المسائل بتاعه الحساب او بتعبد بقره، هي مش فارقه انت بتعبد ايه، في حاجات علميه بتقولك كذا بتعمل كذا، خلاص. يعني اكيد 100% كل واحد هيكون عنده تحيز شخصي، بس انت لما بتشوف حاجة، والحاجة اللي انا هتكلم عليها في ازاي تعمل بحث علمي صح، ان انت بتشوف كل حاجة للاكستريم، اكنك مع الحاجة دي للاخر واكنك مع الحاجة دي للاخر. بنعرف ايه الحقيقة مش بنختار، عشان احنا بنعرف حقيقة الحاجة مش فكرة اختيار. حتى لو انا هختار حاجة تانية غير الحقيقة بس انا عارفة ان الحقيقة موجودة فين. وهتكلم اكتر على النقطة دي في حتة الاعصاب بتاعتنا بتستقبل الحاجه شكلها ايه. يعني ما ينفعش تقولي علشان انتي بتعبدي كذا يبقى انتي الاستنتاجات بتاعتك غلط، لانها مش استنتاجاتي انا. فاللي عايز يقول حاجه زي كده سواء على كتاب سواء على كلام سواء على اي حد، هات ادله بجد علميه صد بيها الكلام. بيقول كمان ان الكتاب بيتجاهل ان التغير الكامل للميول غير مثبت علميا. علم الاعصاب التطوري بيقول ايه؟ بعض السمات السلوكيه زي الادمان والتفضيلات الحسيه التغير الجذري صعب لكن ممكن. عندنا sexual fluidity من تغيير جزئي او سيولة مثبت، والتجارب كتير خصوصا زي ما قلنا تجارب النساء على sexual fluidity بتاعت ليسا دايموند. وفي تصوير دماغي كمان بيورينا
توازن ودوائر المكافأة، عشان محدش يقولي ايه ده اهو الميول العصبي بيبان. لا، مش الميول العصبي بيبان، الحاجة دي نورت ولا لا كمكافأة او كانجذاب، لكنها حاجة موجودة. هتنور ولا لا؟ في العادي مش هتنور مع حد مغير، لكن نورت مع حد مماثل. لما شافوا sexual fluidity، لما شافوا التجارب، بعدين بقت تنور مع حد مغير. عشان نفهم بس، هنا احنا بنتكلم على تفسير عصبي مش افتراضي. جسديا في حاجة برضو تاني هتكلم فيها عن الأدوار، ممكن من جزئية التكاثر. فاحنا لو بنشوف الحاجة زي ما بيقولك الطبيعة بتاعة الشخص، ماشي ارجع للطبيعة يا أخي. يعني ايه طبيعة؟ يعني حاجة مصممة لحاجة زي البازل. هل جسم الراجل معمول لجسم الراجل؟ وبلاش من الشكل الخارجي، في وظيفة معينة بتحصل وهي ان بيحصل تكاثر، صح؟ ماشي، لكن خلينا نتجاهل النقطة دي. طيب الحاجة التانية بقى اللي برضو هتكلم عليها في ال identity في الفيديو اللي جاي، وهي ان الراجل ما عندوش رحم. ومش هنتكلم على موضوع الانترسكس، فحتى اللي هو بيعملوا عملية كترانس، بس مش عايزة اتكلم عليها هنا، يعني مش بيبقى عنده رحم. فمحدش هيقول لي تكاثر، ما هو تكاثر وخلاص. طيب ايه تاني حاجة مثلا زي انتشار الامراض؟ هتقولي ما هو موجود الامراض في كل حاجة، مش ده بس، تمام مفيش اي مشاكل، بس منتشرة بشكل واسع في ايه؟ في الحاجة اللي بتسبب ضرر اكبر. ضرر اكبر سواء كان فيه وقاية او لا، زي ما قلت في الاجزاء اللي فاتت. وسبب ان بيحصل الامراض دي بانتشارها خصوصا بين المثليين، الامراض دي في منها خطر جدا ولسه مكتشفينه من قريب، بيوصل ان الاعضاء التناسلية بتتحلل. طيب عايزين نتكلم هنا ليه اساسا بسبب ان ممكن يكون هرموناتك مختلفة وانت شخص مغير بس ما تعرفش، خلينا ما نعرفش. والبيئة والحاجة اللي حواليك تأثر فيك بالسلب. يعني ليه ممكن تترفض، ليه ممكن تتعنف، ليه ممكن الحاجات دي معروف طبعا. هرمونات مختلفة، السلوكيات ممكن تكون مختلفة، التربية نفسها ممكن تكون مختلفة. هيأثر عليك ان هيكون في تنمر، هيكون في زي ما قلنا رفض، عزلة، كذا كذا كذا. ده هيأثر ان هيخليك زي ما قلنا بقى في الأجزاء اللي فاتت، ده هيؤدي ان انت ممكن تشوف ان ده مش المكان المناسب ليك. اصلا ممكن تبقى asexual، اصلا ممكن تكون عندك انتفاع، غضب، ممكن اصلا حاجة بعيدة عن السكشواليتي يعني ايا كان. وده كمان من الحاجات اللي بتخلي يبقى فيه مغاير، وهيبقى اهو مغاير وعنده تغير في هرمونات. بس دي قلنا ملهاش علاقة سببية، زي ما قلنا ان في كتير جدا اساسا التستوستيرون عنهم بيكون عالي جدا عن الشخص المغير اصلا. طيب بالنسبة للموضوع اللي احنا لسه بنتكلم عليه ان في تعنيف او كذا او كذا، بما اننا اتكلمنا على كذا حاجة تبع البارافيليا، ممكن نزود على حاجات بسيطة، واللي هي اساسا في الدي اس ام شايفينها انها حاجة عادية ومش مرضية وحاجة تمام، طالما انها مش بتضر حد في المجتمع، طالما انها حاجة بالتوافق، طالما الاتنين عاقلين بيعملوها. وهي اكتر عن سلوكيات BDSM: bondage, disciplines, dominance, submission, sadism, masochism. يعني حاجات بتشمل خضوع، سيطرة، ألم، حاجات كلها مرتبطة بالمتعة بشكل كده، يعني بدل الحاجة التقليدية، وبتكون مش بس يعني في مغيرين أو بس مثليين أو كده، أيا كان هي السلوك نفسه. ودي الحاجة اللي اتكلمت عليها أكتر مرة. فاتكلمنا عليها مثلا من ايه، في منها اللي هو تمام عادي، انما حاجات تانية لا مش تمام. ليه؟ علشان بيكون الشخص التاني مش موافق، او الشخص التاني مش عاقل مثلا، حتى لو مش هتضر الشخص التاني اللي مش عاقل. يعني زي ايه؟ في حاجه اسمها الاستعراضيه، ان الشخص بيكشف جسمه للناس، ده كده بيحسسه باثاره يعني. والتلصص على الناس في مواقف خاصه بدون استئذان. المازوخيه اللي هو لما بتتعرض لألم او اهانه او كده. الساديه برضو حاجه شبه. الفتشية برضو بيعتبروها كمرض. ليه؟ علشان شايفينها انها بتعيق العلاقة الطبيعية، يعني حاجات ما ضرتش حد بس في نفس الوقت معتبرينها مرض. الميل للأطفال، الاحتكاك القهري، او طبعا الميل للحيوانات او الاشياء زي ما اتكلمنا. وكمان في اعتقد بيعتبروها عادية، في بيعتبروها مش عادية على حسب مزاجهم، للميل للذات يعني. فاحنا هنا بنشوفها تاني بشكل اجتماعي، يعني هي الفكرة مش اللي هو انا حاسس انجذاب او في حاجة للحاجة دي ولا لا، انا بشوف هي تنفع اجتماعيا ولا لا. يعني الفكرة انا بشوفها هتأثر في ايه، مش هي بتأثر فيك ازاي. ودي حاجة انا شايفاها غلط جدا. احنا لازم نشوف الاول بيأثر فينا ازاي، حتى لو مغير بيأثر فيك ازاي،
وبعد كده نبقى نشوف فكرة تأثيره هيبقى سلبي ولا لا. طبعا احنا بنحط حدود، يعني مش هنخليك تأذي حد وبعد كده نقول ده ايه، لا. فاهمين؟ المهم، طيب حاجات لو ما فيهاش ضرر زي مثلا حب الاشياء او الفتشية، ليه ده بيعتبر مرض؟ عشان ده بيكون خلل، ده حاجة مش طبيعية، صح؟ هيقولوا بس ده كده منجذب لحاجة غير عاقلة. طب ما هو يا اخي بالنسبة له دي حاجة بتثيره. ليه انت شايف ان ده حد عايز يتعالج رغم ان هو مش بيأذيك، مش بيعمل اي حاجة وحشة، مفيش اي حاجة؟ في نفس الوقت انت شايف انواع تانية ان ده مش مؤذي، او حتى شايف ان هو ايه، مؤذي بس بدرجات، او ده ينفع وده ما ينفعش. اللي هو تاني، اجتماعيا اللي بينجذب لاشياء ده مش بيأذيك باي شكل من الاشكال. في ناس بتحب الحيوانات والاطفال بحب شديد، ان هم حتى مش عايزين يأذوهم وعايزين شايفينهم كمان كبارتنرز. تمام؟ ليه انا هقول على الحد ده تعبان رغم ان اساسا احنا في اي حاجة الميول او احساسنا، انا مش هاجي اقولك انت بقى حاسس بايه، عشان انت لو تمام انا كمان حاسه بنفس الاحساس. زي مثلا الريسيبرو اللي احنا اساسا بنشوف اللي هو في حاجه مختلفه، لا ده حرفيا هي بتبقى حاجه من جوايا انا حسيتها، صح؟ لوحدي بقى، مش مهم انت حسيتها ولا لا، دي حاجه انا حسيتها ومش مهم انا هاكت عليها ولا لا. فليه انا اشوف الحاجه دي غلط في نفس الوقت اشوفها في موقف تاني صح، حتى لو انا مش هاكت عليها؟ وفي نسبه من الناس الاحساس ده عندهم، سواء الحيوانات سواء الاطفال سواء ايا كان، بيكون الاحساس بيور وبيكونوا مش بيأكتوا عليه عشان يمكن شايفينه ان هو ممكن يأذي او غيره، صح؟ ومع ذلك ده بيتشاف ان ده مرض وده غلط وده ما ينفعش ان هو يحس كده، ده كده لازم نلعب في عقله ونشوف في ايه خلاه يحس بكده. لكن نوع تاني نشوف ان هو عادي، يا تحسبوا الاتنين غلط يا تحسبوا الاتنين مش غلط، يعني هيبوقراطية. وده انا بتكلم عن احساس الشخص حس بايه. زي مثلا كان المعضلة بين هناكل فراولة ولا بسبوسة، تمام؟ حاجتين حلوين، حد تالت جه قال لا انا بحب الجزر. ما ينفعش ده. ايه ده؟ طب ما يبقى انت تبقى ضد اي حد ضدك، يا اما تبقى تمام مع اي حد عايز اي حاجة، خصوصا ان هو مش هيأذي بيها حد. يا اخي انا عايزة فيها روح او لا، حرية، صح؟ لا يا جماعة كلنا نتعالج حتى المغير، مينفعش بجد. لان على فكرة بعيدا عن ان في علاقات كتيرة قوي سلبية، وهتكلم دلوقتي مثلا عن حاجة زي ان اكتر نسبة تعنيف منتشرة بين، ممكن مثلا تقولي اكيد المغيرين الراجل ومراته، اكيد الرجالة مع بعض، يعني رجالة بقى فاهم عنيفين. اكتر عنف بيكون بين المثليات وبشكل مش متوافق، يعني مش زي ما انا قلت مثلا البي دي اس ام، لا. غير كده ان حتى المغاير علاقات كتيرة متخلفة وسامة ومؤذية، والناس مش عارفة نفسها والناس مش فاهمة نفسها والناس بتدخل بس بتجرب في ناس دي هرجعنا لحاجة من ال OCD، ألا وهي اللي أنا دايما بقول عليها الفكرة الأولى مش بتاعتك بس الفكرة التانية بتاعتك. وانا قايلة طبعا ازاي اتخلص من موضوع ال OCD، وان اساسا كل الافكار كده اللي بتسيطر علينا دي كلها بتكون وسواسية، وتاني مرتبطة بتعلق وحاجات تانية اللي هتكلم فيها عن الدماغ بس طبعا مش هتكلم هنا. وان اللي منها اللي انا بشرح فيه البيدوفيليا. هنا حتى التجارب اللي بتفرق بين دماغ ده ودماغ ده ودماغ ده وطريقة ده وطريقة ده، وده من الطفولة وده من الكبر، كله بقى من مثلي لمغاير لباي لايه سيكشوال لكله هتلاقيه في الاخر ايه؟ حتى مش عارفين يلعبوا في النتائج بشكل ان هو بعد كده يقول اهو دي الحاجة، ومع ذلك بكل جرأة بيقولوا اهو دي الحاجة. وهنا هنرجع لحاجة انا كنت بشوف في دوكيومنتري عن الزاينزم، وان حرفيا جايبين مدرس فصل قاعد بيقول احنا بنحشي دماغ الاطفال بس هما ما يعرفوش احنا بنبرمج دماغهم والسيستم بتاعهم يعني هو عارف ايه اللي بيحصل، هو واعي، بس هو ذكي جدا ان هو يسيطر على كمية ناس لسه دماغهم بتتبني
وحرفيا هو بيقول احنا بنضحك عليهم وبنبرمجهم علشان يبقوا صهاينة، وعشان كده هتلاقيهم قدامهم كل الأدلة اللي ممكن يشوفوها بس عمي عنها. مش شايف كده؟ خلاص انا دماغي متبرمجة مهما وريتني ايوه انت حيوانات بتتقتل مش مهم. طيب ده ممكن يرجعنا لحاجة وهي البيئة. يعني ايه البيئة؟ ان هي ممكن تأثر عليك. اتكلمت كتير قوي عن ايه البيئة ممكن تأثر، بس خلينا نتكلم عن نقطة تانية لازم نكون واضحين فيها. البيئة خصوصا من حاجة زي الصحاب، لان دي الحاجة اللي لقيتها منتشرة كتير. يعني ايه؟ لو انت فيك حاجة بتأذي بيها نفسك نوعا ما. انا مثلا شفت عينيك صفرة، انا مش هقولك واو ستايل جميل، واو شكلك حلو النهارده، تمام، حلو شكلك. انا شايفه في حاجه غلط، في حاجه مؤذيه. الحب او الحب الحقيقي مش اللي هو انا اتقبلك زي ما انت، لا، ان احنا نوعي بعض، نفكر بعض بالحقيقه، ان احنا نساعد بعض، نفهم نفسنا، نفهم اللي حوالينا، نعرف فين الحق، نعرف الحاجات الاصليه، مش اللي هو مجرد انا اختار ده. صح؟ زي ما بيقولوا صاحبك اللي مش قريب منك هتبقوا قاعدين بتاكلوا في مكان، بتهزروا بتضحكوا، خلاص كل واحد هيمشي وهتقضوا يوم حلو قوي مع بعض. صاحبك اللي بجد هيقولك ان في اكل محشور في اسنانك علشان الباقي ما لاحظش. غير ان البيئة بتأثر ازاي على الاطفال، وانا اتكلمت عليها ودي للأسف يعني. وهنرجع هنا لنقطة التبني. لما فئة كبيرة هم معترفين بان المثلية هي حاجة جينات و اساسا مبنية على حرفيا افتراضات، وما بحثوش حتى عنها بشكل علمي صح، هي مجرد اهواء. هيجي جيل منهم حتى لو تبنوه او هو اطفالهم او ايا كان، هيبقوا عندهم نفس الفكر ده من غير حتى ما يبحثوا. نفس فكرة الكلاس بتاع الزاينست اللي بيحشر في دماغهم حاجات ها، بس على الاقل هما مش هيبقوا ها لان هو يمكن اساسا ما يكونوش عارفين متوارثين الافتراضات العلمية دي. وهتلاقي كمان المثليين لما بيتبنوا، طبيعي ان ماما وبابا اللي هو احنا بنشوف الاهل بتوعنا كآلهتنا واحنا صغيرين، وبيفضلوا بالنسبة لنا حاجة مقدسة وحاجة مختلفة وحاجة عالية. اكيد الافكار دي حتى لو مش هنعمل زيها او هنبقى احنا مختلفين، وكتير قوي بيكونوا اطفالهم مختلفين عنهم مش مثليين، بس هيكونوا محترمين قوي الفكرة دي من غير حتى ما يدوروا عليها. مش فكرة ان احنا ما نحترمهاش تمام، او ان احنا ما نعترفش بيها انها حاجة موجودة، لكن فكرة ان احنا نعرف فين الحق، مش نمشي وخلاص اصل العلم بيقول. لا، العلم ما قالش كده. لما تثبت علميا نبقى نقول العلم قال. فهنا هنرجع لنقطة لما هما بيقولوا انت كلامك مجرد ان انت اتكلمت فقط، ان انت مش عاجبك الحاجة دي، او يعني مش طالع تقول لا الحاجة دي غلط، لا، حتى اللي هو انا حاجة تانية، انت كده بتأدي لجريمة بشرية اجتماعية، وانت لا تعترف بالحرية، وانت عايز تموت الناس دي، وانت 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 وانت. صح؟ لكن ان فعلا اللي بيكون ليه تأثير ان انت كشخص مثلي او تبع المثلية بتنشر الافكار وبتأيد قوي الموضوع بشكل انت حرفيا بتجيب كل الادلة والحاجات اللي ملهاش احقية علمية وبتثبتها، اللي هو اهو ده بيقول. انت كده مش بتضل ناس كتيرة، انت كده مش بتعمل زي الزاينست اللي موجود في الكلاس، سواء انت عارف او مش عارف، ان هو انت دايما شايف نفسك انا ضحية، الحاجة دي هي اللي مأثرة عليا. مش بقول انها مش مأثرة عليك، ومش بقول ان انت مش حاسس بالحاجة دي، ومش بقول ان انت ما عانيتش وي 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 وي، بس ان انت حاطط نفسك في الدور ده مش غلط في حق نفسك، وتاني نفسك ترجع لك، بس انت اللي بتأثر سلب في المجتمع وفي عقول اللي حواليك. عشان نرجع تاني لنقطة الإحساس مش بيبان، ودي حاجة مجرد هروب للفري ويل، ان مفيش فري ويل، لكن هو في فري ويل، في مرونة عصبية. مش معنى ان انت بتحاول ومش عارف، او الموضوع صعب عليك، او انت حرفيا شايف ان مفيش طريق تاني، او ان انت فاشل، او انت خلاص حد ضايع او كده. مش بتكلم على كده، او انت حد بشع، بس الفكرة ان في الحاجة دي ممكنة، في باب
وانت زي ما قلت كتير انها مش حاجة ده لازم يحصل، فانا لازم اوصل للحاجة دي. ركز الاول ان انت تفهم نفسك، ايا كان مغير مثلي ايا كان، تفهم نفسك وبعد كده تبقى تشوف موضوع ابقى اختار مين عشان ميولي. انت اصلا لو مفهمتش نفسك اي علاقة هتدخل فيها فاشلة. والناس اللي بتقول ان اهو ادلة ودراسات علمية بتقول ان مفيش حاجة اسمها فري ويل، اقروا المقال للاخر، اقروا الحاجة العلمية او للحاجة بتاعت العالم او ايا كان تكون حاجة علمية موثوقة، اقراها للاخر. كل حاجة بتقول مفيش فري ويل بتقولك في مخرج، كلنا عندنا مرونة عصبية، فبلاش التشيري بيكينج. دي حلوة عجبتني، دي متوافقة معايا، دي هتخليني انا يا عيني مش عارفة اعمل حاجة، دي هتخليني في مكاني انا تمام وزي الفل. بلاش كده. ومش بقول ان الحياة سهلة، مش بقول ان يلا 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 وغيرت ويلا عملت ده ويلا خدت ده، لا، بس كلنا واجب علينا ان احنا نعرف نفسنا. على الاقل يا سيدي لو انت هتقول لا انا عايش كده وخلاص شوية هموت، انت بتأذي اللي حواليك. على الاقل واجب ان انت يعني تحترم اللي حواليك وتشوف نفسك. عندنا التوعية لموضوع الحرية، وطبعا زي ما احنا عارفين ان بالنسبة للتوعية عند المثليين ان هو كان في الاول حاجة بالضغط، اللي هو حاجة بقى تحولت لكابيتاليزم، تحولت لسياسة وموضوع كده. ابتدت انها تكون حاجة يشيلوها من فكرة التراب. فكرة هنا انت لو عايز تتحكم زي ما بنقول، لا انت تشجعني ولا انت تبقى ضد الانسانية لو انت ما دعمتنيش والكلام ده. تحكم في نفسك الاول، ولو شايف ان انت ليك حرية رأي انا كمان ليا حرية رأي. بالنسبة للتوعية سواء طفل او شخص يعني ايا كان، عشان في حاجات كتيرة جات لي ان كذا حد يعني شخص من عيلته او صديق لي عنده مشكلة في الميول، هو مش عارف ميوله او بيعاني يعني او حاجة مضايقاه. احنا بنسمع الشخص واحنا بنخلي الشخص يعبر عن نفسه من غير ما يكون خايف، ودي مش حاجة فيها شيم او ايا كان، دي حاجة من شعور الانسان عادي جدا. وان احنا لازم نشوف زي ما قلت المتلازمات اللي بتيجي اساسا مع موضوع الهوية ايا كان ميولك ايه، من توتر، من اكتئاب، من قلق، من اصل الحاجة، من الكلام ده كله، من ايه المسببات، وان احنا بنحس الشخص بامان ان هو ممكن يرجع لنا، وان احنا بنفهم الشخص الطرق وبنسيبه هو يختار، وبنسيبه هو يكون واعي ويعرف الحقيقة، بس هو كمان يكون عارف نفسه، مش مجرد بس عارف الحاجة. لازم يكون الجزئين دول، اعرف عن الحاجة واعرف نفسي واعرف كويس، مش اعرف بس التشيري بيكينج. وحاجة مهمة تانية بعيدا بقى عن كل ده، انت مش مسؤول عن حد. وحاجة جميلة قوي سمعتها، لو انت مثلا عرفت حاجة حقيقة وهي قدامك وهي تمام وما فيهاش غلطة وجيت توريها لحد، هو يمكن مش وقته ان هو بالنسبة له يستوعب الحاجة الحقيقية دي، حتى لو هو بيشتغل على نفسه يمكن لسه بياخد وقت، او يمكن رافض دلوقتي بعد كده يغير فكره، او ايا كان. انت اللي عليك ان انت تقترح الحاجه دي وتوضحها، وان انت تكون مكان امن، وان انت مش بس تتعصب اللي هو انا عايز وخلاص اثبت الحاجه اللي انا بقولها. انت عايز تثبت الحاجه دي ليه؟ مش فارق ان انت تثبت الحاجه دي، المهم انت تكون من جواك شايف ان انت شفت الطريق، وان انت بتعمل الحاجه الحقيقيه، وان انت بتعالج نفسك في الحتة دي. عايز تشارك الحاجة دي شاركها بحب، ان ممكن حد يستفاد منها، او هو حتى يبدأ ياخدها كمرجع علشان هو يراجع نفسه فيها ويشوف هو الغلط بتاعك او لا، صح؟ فاحنا بننصح، بس ده دورنا. انت لو ضبطت المنبه ان انت تصحى الساعة 7 الصبح، وحد تاني ضبط المنبه ان هو يصحى الساعة 9، انت هتصحى وهتشوف بقى طلوع الشمس وهكون مبسوط قوي والدنيا حلوة والجو حلو قوي. انت عايز تصحي الشخص ده علشان تقوله يتفرج معاك على الجمال اللي انت شايفه، صح؟ هو بالنسبة له ضابط المنبه على 9 مش 7، يمكن وراه حاجة، يمكن ما نمش كويس، يمكن حاجات كتيرة، صح؟ واللي انت فاكر ايه اللي هو طب لا بس انا هجبره يصحى، هو لما يشوف الجمال ده هيغير رأيه. هو هيصحى متعصب، وهيصحى عايز يكمل نوم، وهيصحى ممكن يتضايق اكتر، وهيصحى ممكن يبقى عايز ينام اكتر، صح؟ انت كده عملت ايه؟ انت عملت حاجة عكسية. فانت ممكن تقترح ان ده وقت حلو للصحيان علشان انت بتشوف مثلا الشروق، وتوضح ايه الحاجة اللي انت شفتها، او ليه انت عايز تشارك الشخص المعين ده الحاجة. زي ما انا مثلا ما قلت ليه سبب السلسلة هنا، واللي برضه هتقولي انت مالك انت بتعملي ايه، انا قايلة وموضحة انا بعمل الحاجة دي ليه، بس كده.
طب في حاجة تانية بتقول فكرة العلاج السلوكي دي حاجة مؤذية، زيها زي التوحد، زيها زي اي حاجة تانية فيها علاج سلوكي. في جزء بناخده بالشكل الصح السليم، ان احنا بنشوف الحاجة اللي تتعالج في الشخص وعلشان هو يفهم نفسه و في حاجة تانية ان انا بجبر الشخص وبغصبه غصب عنه وبعايره بالحاجة دي وهكذا علشان بس تعمل الحاجة اللي انا عايزاها. ده طبعا غلط ومؤذي ومنيل جدا. احنا مش بنمشي بالطريقة دي، ومش الطريقة دي اللي بنسقف لها وبنقول يلا روحوا كلكم اعملوا البتاع اتعالج. مش الفكرة ايه اتعالج دي. فهي مش فكرة العلاج، هي فكرة ان انت كأنك بتفك حاجة عشان تعرف الاصل بتاعها. عندنا مثلا يونج وأوريل كانوا بيقولوا ان في حاجة كده زي خريطة تشرح لنا الحاجات التأملية العميقة، وانا هتكلم بقى في دي حاجة اكبر 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 عشان نفهم نفسنا ونفهم الحقيقة والكلام ده كله، بس واحدة واحدة. اول حاجة ان انت تفتكر دي بداية الطريق، التبصر اللي هي تشوف الحاجة من غير الخداع، مش مجرد ان انا ببص على الحاجة. اعادة الاتصال اللي انا اتكلمت عليها، اللي هي ايه، ان انت بترجع للجذور بتاعتك. مش فكرة اصل اجدادنا كان في منهم مثليين، مش الفكرة كده بس. احنا فكرة اعمق من كده شوية. الفكرة هنا ترجع للنفس، للكون، ميكونش هنا فيه بيروقراطية. اعادة الهيكلية كأنك بتعمل خطة جديدة في الحياة، خطة عملية. اهم حاجة تكون عملية. التكامل ان انت تعيش اللي بتفهمه. العبور ان انت تتحول حياتك لشهادة حية. فكرة ان احنا في زمن نسيان. في حاجة اتكلمت عليها ومش عارفة يمكن تكون سمعت عنها ولا لأ في الكوانتم فيزيكس، وهبقى اتكلم عليها لوحدها بشكل تاني عشان هي جميلة جدا. ان اللي انت بتعمله حرفيا بيأثر عليك. دي الحاجة اللي هتكلم عليها دلوقتي تاني في جزء من موضوع فكرة اضطراب هويتك. اصلا هو اللي بيأثر زي ما قلنا على كل حاجة تانية، غير متلازمات الميول اللي معاك، غير بقى ان بيكون عندك ماسكينج. ازاي تفضل تتحرر من الحاجات دي؟ مش فكرة ان انت هي حصلت مرة cognitive dissonance، لا، ان انت تفضل تتريجر نفسك، تفضل تفتح الابواب دي. الناس بتاخدها بفكرة ايه، انت تثبت على كلامك وانا هثبت على كلامي، وانا هدور على evidence وانت دور على evidence، ونشوف مين هيسيطر. لان اساسا كلنا في الاول والاخر مجرد ناس كده بنجيب افكار ومفيش حاجة حقيقة، كلنا في البلالة ومتأثر علينا كده كده، فهي مش فارقة. الكلام ده غلط وعلميا غلط، وهتكلم عليه تاني لوحده. الحقيقة موجودة، مش حاجة انت ليك حقيقتك وانا ليا حقيقتي في النوع ده بس. تاني ده التشيري بيكينج، اللي هو الناس تاخد الحتة دي فين اصلها، يعني ايه حقيقة ليك وحقيقة ليا. تاني لما الناس بيلاقوا حقائق بتعارض المعتقدات بتاعتهم بينزعجوا. زي ما كلام التنافر المعرفي بيأثر فين، في القشرة الدماغية، القشرة الحزامية في الدماغ والأمامية. ده بتتنشر عند مواجهة المعلومات، ده بيديك شعور بعدم راحة، فبيبقى أسهل للشخص من غير ما هو يختار ان هو ينكر. ده الأمان في دماغك بتقولك ده الأمان. دي حتة التحيز التأكيدي. بتبحث عن معلومات بتأكد بيها معتقداتك بس، وحرفيا بتكون جميلة، بتكون قوية أوي، بتكون نافعة جدا، بس حرفيا هي تشيري بيكينج. يعني انت كأنك بتختار حاجات وحلوة وجميلة وتنفع ومنطقية وروعة وعلمية، بس هي تشيري بيكينج. انت ما شفتش كل حاجة كاملة، انت شفت الجانب ده كامل لحد اخره، الجانب ده كامل لحد اخره. يعني انت مثلا لما تيجي تكتشف ان شخص او موقف كنت مثلا بتثق بيه ما طلعش زي ما هو، بيبقى عندك مشاعر ذنب وحزن، عشان ده بيهدد الثقة بتاعت الذات والذكريات المرتبطة بالمعتقد ده. ده بقى بيبقى الشبكة الوضعية الافتراضية اللي بتكون مسؤولة عن التفكير، من تأمل، من استرجاع ذكريات. حرفيا بتبقى مواجهة مرتبطة بالهوية والإحساس بالذات، ما بتبقاش خلاص اللي هو أنا بكلمك عن معلومة، لأ، أنا بكلمك أنت. لو الشخص بقى هنا عرف إن هو يفصل بين معتقداته عن الهوية بتاعته ويقعد مع الانزعاج ده، هنا هتعرف تتعلم بثقة، هنا هتعرف تستوعب المعلومة، هنا هتعرف الصح من الغلط، هنا هتعرف الحقيقة، هنا هتشوف ده كامل وهتشوف ده كامل. خلينا نرجع لنقطة الكابيتاليزم، واللي طبعا هيروح محطوط بعنوان كبير، ده اللي الساينس بيبروفه، ده ساي فيكشن. طب في حركات كتيرة مرتبطة بإيه؟ هل في مجتمعات معينة زي مجتمع الميم قائم على سياسة واقتصاد؟ هل إنها مش فعلا مجرد حرية شخصية؟ حتى فيها حرية شخصية أوكي، هي مبنية على حاجة أكبر من كده، أو في استفادة حلوة منها إنها حاجة تانية. نقاد من داخل المجتمع نفسه بيناقشوا إزاي يتحول
لمشروع سياسي واقتصادي، خصوصا في النيو ليبرالية الغربية. عندنا ليزا دوغن The Twilight of Equality Neoliberalism, Cultural Politics and Attack on Democracy 2003. الهومو نورماتيفيتي، النوع المقبول سياسيا واقتصاديا واللي بيندمج مع النظام بدل ما يعارضه، وبتنتقد فيه ازاي النظام الرأسمالي استوعب مجتمع الميم وقدم لهم شوية حقوق بسيطة علشان يستهلكوا سوق البينك كابيتاليزم عشان ما يكونش فيه تهديد، وكمان ازاي يظهروا بصورة محترمة، زواج، وظائف، ملابس أنيقة وهكذا. تاني حاجة بينك كابيتاليزم وكابيتاليزم روز، ده المصطلح اللي بيوصف ازاي النظام الرأسمالي بيسوق المنتجات والخدمات للمثليين كمستهلكين مميزين طبعا. ازاي الشركات الكبيرة استغلت ده، اعلانات دعاية برايد، دراج، قوس قزح. عندنا كتاب رينبو كابيتاليزم The Rise of LGBT Market and the Corporate Appropriation of Pride Capitalism and Gay Identity لجون دان إيميليو. الرأسمالية لا تدعم الحرية الجنسية بل تدعم ما يباع منها. Homo Nationalism لجاسبر بوار. Tourist Assemblage Homo Nationalism in Queer Times 2007. ازاي برضو ان دول الغرب بتستهلك دعمها لحرية الميول المثلية كأداة سياسية. نحن متقدمون لأننا نحمي المثلية، أنتم متخلفون لأنكم لا تحمونها. وده غالبا بيبرر لنا الحروب والعنصرية ضد المجتمعات العربية والهجرة بحجة إنها ضد الحرية. كاميليا باجليا كاتبة مثلية لكن ناقدة للحركة المعاصرة. أشهر كتابها سيكشوال بيرسونية، بتقول إن الحركة اتحولت من تحرير جنسي لمشروع ايديولوجي وسياسي، وبتنتقد استخدامها من قبل النخب في الإعلام والجامعات والشركات. دوغلاس موراي في كتابه The Madness of Crowds بيتكلم ازاي بيتوظفوا طبعا توظيفات الجندرية والمثلية كجزء من أجندة أيديولوجية، وبيعتبر ان بعض الحركات فقدت أساسا بعدها الإنساني. زي ما كنت بتكلم، مفروض حركات معينة بدأت كإيه، ان الشخص بيعاني او الشخص ليه حق، تمام، عادي جدا، جميل قوي قوي قوي، الشخص ليه حق. ابتدت بقت ايه، الهيمنة، السيطرة، ايه ده، كلنا جواها، اخترع اسماء اكتر، اعلام اكتر، يلا يلا يلا. المثليون في السابق قاتلوا من اجل القبول، الان كثيرون قاتلون من اجل الهيمنة. ماركسية النسوية او نسوية راديكالية، قالوا ان بعض النسويات زي شيلا جيفريز الحركات الجندرية الحالية استخدمت لتفكيك الحركة النسوية، وبيقولوا ان الرأسمالية دي سوقت للهوية الجنسية بدل ما فكرة انها تحررها. واخر نقطة هنا طبعا الحاجات اللي هي مصر الوحشة بتمنع الحرية وبتمنع الايكواليتي وبتمنع كل الحاجات دي، زيها زي دولة لأي قواعد. انتشار فكر معين هيكون مؤذي لفئات معينة، انتشار سليب معينة زي قلت البيوت اللي كانت عاملة مشكلة كبيرة، واللي الناس اللي هم اساسا بيشتغلوا فيها قالوا انقذونا وهاتولنا حل، ومشكلة الامراض اللي انتشرت، ومشكلة ان مفيش حد يعني قليلا من فكرة فعلا كحرية او فعلا اللي هو كالحاجات اللطيفة جدا اللي ياريتها هي الحاجات دي، بقت فكرة demanding ان كل يعني يباو للحاجة دي. تاني لما تيجوا تدوروا على ازاي الشرطة او ايا كان بيأذوا ناس، بيتحرشوا بيهم، ومش عارفة ايه والمش عارفة الحاجات العجيبة اللي بنسمع عنها، تاني هاتوا مقال حقيقي، حاجة موثوق فيها، وشوفوها للآخر، وطلع كذا مقال، مش مقالات على أهواءك الشخصية من ناس غير معروفة. وتاني هبقى أقول الشكل العلمي الصح اللي نبحث بيه من الشكل البحثي علشان نوصل للحقائق بتاعت الحاجة. وغير كده مش بقول ان مصر مثالية ولا كل قانون فيها مثالي ولا كل حاجة فيها مثالية، بس ياريت ان احنا علشان ندور على حقيقة حاجة ما ناخدش من حب الكلام كده، وفي نفس الوقت نكون عندنا هيبوقراطية كافية ان احنا نشوف جانب تاني، ولازم الجانب التاني ده يكون عندنا مليون ألف سبب علشان نقول فعلا الحاجة دي موجودة. يا تمشي كده كله يا تمشي كده كله، وخلينا نمشي كله بالاعتدال الكويس الصح، نشوف فعلا الحقائق بتاعتنا والحاجات المؤكدة، ولو مؤكدة تمام وزي الفل، لو مش مؤكدة نرميها في الزبالة بشكل شامل وبشكل اكستريم من الطرفين بحثنا. واللي بيغمض عينه على الحقيقة هو حر، اللي عايز يشوف الحاجة حقيقتها، اللي عايز هو يدور بنفسه، اللي عايز واللي عايز واللي عايز.
دي مجرد مشاركة، واساسا علشاني انا مش عشان حد تاني. لو حد عايز يستفاد منها اهلا وسهلا. وزي ما انا قررت وزي ما دايما انا اللي بقرر ان انا اسجل حاجة معينة وان انا انزلها وان انا انشرها على صفحتي، انت كمان قررت ان انت تتفرج وانت تشوف الاخر. حرية شخصية.